تعالوا نفرز مع بعض هريسة الشطة بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان طريقة ناجحة ومضمونة، وتقعد معاكي بدل السنة 2 و3 بدون أي خساير في اللون والطعم والريحة. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب تكونوا دايما في أحسن الأحوال. هنا بقول لكم انا هنا بعد ما فرمت الشطه في الكبه وعبيتها كده في البراطيم، كل برطمان جبته حطيت كده على وش الشطه او على الحلق بتاعه شويه كده من الملح، يعني غطيت الشطه بشويه من الملح. وطبعا جبت كده كيس تلاجة وقطعته على قد حلق البرطمان عشان اغطي بيه البرطمان لمنع دخول اي هواء يغير كده من لون وطعم الشطة وريحتها كمان. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى زي ما انتوا شايفين اهوت قفلت كده البرطمان بعد ما حطيت الكيس، وبقولك شايفة كده الشطة وجمالها واللون بتاعها حاجة كده قمر. الشطة بتاعتنا كده 5 قمر، طريقة ناجحة ومضمونة بطريقة أمي ونفس أمي في المطبخ، ربنا يرحمها ويسامحها. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان هنحتفظ بيها في درج التلاجة، أو لو في باب التلاجة، أو لو على رف التلاجة، يعني حسب ما يكون عندك مكان. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولما نيجي ناخد من البرطمان ناخد بمعلقة ناشفة لمنع أي خساير في الشطة، او لمنع اي خساير في البرطمان. انا هنا بقولك معايا كده 3 كيلو وربع من الشطة، او حسب الكمية اللي انتي محتاجاها. وطبعا جبتها كده وغسلتها وبيتها على صينية العشاء تحتيها كده بياضة عشان تشرب المية اللي هتنزل منها. ومعايا كيسين 2 من ملح الطعام. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده هجيب الشطة وامسحها بمناديل المطبخ علشان لو فيها اي نقطة مية، واشيل العنق بتاعها، وعبي بقى كده في الكبة عشان افرمها، واحط بقى كده كمية من الملح. انا هنا بقى جبت كيس الملح اهوت وهفتحه، وهناخد منه كمية على حسب كمية الشطة برضو اللي انت هتضربيها في الكب. انا ال3 كيلو دول ضربتهم يعني حوالي على 4 مرات او 5 مرات علشان احافظ يعني على الكبة وكده. وعايزة اقول لكم ان الشطة ديت شطة فلاحي سوداني حراقة جدا، وهي دي شطة التخزين اللي تعيش معاكي اطول مدة ممكنة، وتقعد معاكي بدل السنة 2 و3. انا هنا جبت معلقة وجبت كده جوانب الكبة علشان كده الفرم بتاع الشطة يكون كله بمستوى واحد، ما يكونش فيه حبة ناعمين وحبة خشنين. وطبعا انا بحب كده فرم الشطة يكون كده متوسط، ولا هو ناعم اوي ولا هو خشن اوي. هنا بقولك شايفة المية اللي نازلة من الشطة بعد اضافة الملح؟ المية ديت هي اللي بتحافظ على الشطة وتخليها تعيش معاكي اطول وقت ممكن. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى هنخلص كده بقية كمية الشطة بتاعتنا، وبرضو زي ما عملنا في الاول هنعمل برضو كده بقية الكمية. وطبعا بقولك الشطة طبعا من أساسيات المطبخ وأساسيات البيت، وهي وصلصة الطماطم، الحاجتين دولت المطبخ ما يستغناش عنهم نهائي. لسه كنا بنحضر لتفريزات رمضان والأعياد، كل سنة وانتوا طيبين. دلوقتي كده بنفرز بقى لحاجات الشتاء. يا رب كده يبلغنا كده الشتاء ورمضان والأعياد أعوام وأعوام، واحنا وانتوا في اتم صحة واحسن الاحوال. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا احنا في موسم التفريزات دلوقتي، البامية والشطة والمانجا، وطبعا ان شاء الله الجوافة الدور عليها. الحاجات دي كلها بتملى البيت خير وبركة ومش بنستغنى عنها ابدا. انا هنا بقولك معايا كده برطمان الشطة اللي هو دوت من السنة، بقاله سنتين اقسم بالله العلي العظيم، وبدون اي اضافات غير الملح. وبقولك عاش معايا من غير بقى تغيير، لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريحة، ولا البرطمان فيه تصويفة ولا فيه خضار ولا فيه عفونة. امشي على طريقتي واعملي كده بحسب الفيديو، تابعي معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله تستفادي منه. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم وأكون أفدتكم ولو بمعلومة. أشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي.